السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم غنشاركوا معكم بسيطلات صغار ديال الدجاج واللوز كيجيو لذاذ بزاف وساهلين. فبلا ما نطول عليكم يلا نبداو بسم الله على بركه الله. اول حاجه عندنا اللي هي الدجاج اللي كنكونوا ديجا طيبناه مع الدغميره ديالو. من بعد كناخذوا الدجاج كنفصلوه على الدغميره وكنخليوه ينشف مزيان من المرقه اللي كيكون طاب فيها، وكنحيدوا منه العظيمات اللي يكونوا فيه شي عظيمات وكنفرتوه مزيان، وكنعاودو نرجعوه مع الدغميره ديالو اللي ضروري خصها تكون ناشفه من الماء باش كتسمى دغميره، وكنعاودو نديروهم فوق البوطه ونخلطوهم مزيان مع بعضياتهم واحد شويه وصافي. من بعد كندوزو اللوز اللي كنكونوا المهم نتوما بالنسبه للوز ولا الدجاج نتوما كتبقى على حسب الكميه شحال ديروا شحال عندكم د الورقه. فكناخذوا هنا تقريبا عندنا ربع ديال اللوز، كنضيفوا عليها 3 معالق ديال السكر ومعلقه صغيره ديال القرفه ومعلقه صغيره حتى هي ديال الزبده ومزهر، وكنخلطوهم مزيان مع بعضياتهم. المهم مزهر على حسب ماشي تكون فازقه وما تكونش عاقده بزاف، شويه غير باش يتخلط داكشي مع بعضياتهم مزيان وصافي. من بعد كتكون الحشوه ديالنا وشدات. وبالنسبه للورقه ديال البسطيله حنا اللي صايبناها كما غادي تشوفوها جاتنا شحال بزاف. وبالنسبه للطريقه حنا ديجا شاركنا معكم الطريقه في واحد الفيديوهات قدام الا بغيتو ترجعوا تشوفوهم. المهم حنا الطريقه ديالنا سهله وبسيطه، احسن من انكم تمشيو تشريوها من الزنقه حيت هي سهله تصايب في الدار وماشي بنفس الطريقه اللي كتصايب الزنقه، حيت الطريقه اللي كتصايبها الزنقه شويه صعيبه. حنا كنصايبوها غير بشيته وكتاخذوا شويه د الماء مع شويه الطحين على حسب نتوما شحال بغيتو وشويه د الملحه وديك زعما ما خصهاش تكون زعما خفيفه. الخليط ديالها ما خصوش يكون خفيف، خصها تكون شويه ثقيله بحال التدويره ديال الحريره وصافي. وكتبداو ديروها في مقله ديال الطيفال، كديروا فيما كديروا وحده كتعاودوا تمسحوا كتعاودوا ديروا الثانيه وصافي. مهم الا بغيتوا تشوفوا الطريقه رجعوا شوفوا الفيديوهات، راه كاين تلقاهم في القناه. واما بالنسبه للطريقه كناخذوا الورقه ديالنا كناخذوا شي هكا شي زلافه تكون شويه غارقه ولا شي طبيص يكون شويه غارق. مهم كنفرشوا فيه الورقه ديالنا، كنضيفوا الدجاج وكنديروا اللوز. المهم كنفرشوهم على حسب القاع ديال ديك الزلاف ولا الطبسه اللي عندنا صافي. من موراها كنطويوها وكناخذوا ورقه اخرى وكنعاودوا نفرشوها، وديك البلاصه اللي كنا طاوينها اللي طويناها جات من الفوق كنقلبوها، يعني كنقلبوا البسطيله ديالنا على التحت باش نعاودوا نفرشوا زعما كنطويوها مزيان، كنغلفوها بالورقه مزيان وصافي. من موراها كتكون وجدات وكنحطوها حتى كنساليو كاع الورقات اللي عندنا، ومن بعد كندخلوها الفران.
المهم كنتمنى تكونوا فهمتوني مزيان. المهم الطريقه نتوما غادي تشوفوها في الفيديو. ونسيت ما نقول لكم انا قبل ما كندخلهم للفران كندهنوهم، كناخذوا شي اناء كنديروا فيه شويه الزيت وكنديروا معاه التحميره وكنخلطوهم مزيان، و كناخذوا ديك الزيت اللي كتكون ديجا تلونات وكندهنوا بها البسيطلات ديالنا باش كتعطي كتقرمش الورقه ديالنا، كتعاونها باش تقرمش وكيجي اللون زوين ديالها وصافي. من بعد كندخلوها للفران باش الورقه ديالنا طيب وكتحمر وكنخرجوها. وصافي بهكا كيكونوا هما البسيطلات ديالنا من مورا ما خرجوا من الفران. كما كتشوفوا حنا دركنا الوقت بزاف والمغرب كانت تتأذن، فما كانش عندنا الوقت اصلا باش نزينوهم، اصلا يتكالوا كنت يدخل الكرش، ولكن المهم تزيين حتى هو زوين وفهمتي. ولكن حنا دركنا الوقت، فانتم الا بغيتو تزينوهم تقدروا دهنوهم مثلا بالعسل وديروا اللوز ايفيلي ولا شي حاجه ولا الورد، ولا تقدروا ديروا غير اسهل حاجه انكم تدردروا عليهم سكر وتسوقوهم بالقرفه وصافي. المهم هذا ما كان. تهلاو في راسكم في الناس اللي عزاز عليكم. نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم. الا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كلشي اللي حنا كنديروا. شكرا لكاع الناس اللي كيدخلوا جداد ولا كيديروا لايك وكيشتركوا في القناه وكيكتبوا كومونتير. شكرا لكم بزاف. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه.